إذا المنتخب البرتقالي في مواجهة الأسود الثلاثة بقيادة رحيم ستيرلينج. كابتن حاتم، يعني رحيم ستيرلينج فجأة وجدناه قائد منتخب انجلترا ربما بشكل مؤقت فقط تقريبا اليوم، وفي غياب هاري كين. هل انه يؤثر غياب لاعب مثل هاري كين؟ يعني هو الى جانب كونه هداف فهو ايضا يعطي الهام للمنتخب الانجليزي. لكن انا ارى في الفتره الحاليه ان يجلس على دكه الاحتياط افضل بالنسبه لهذا اللاعب. هو لا احد بعد الاصابه، لا احد يشك في قيمه هذا اللاعب. شاهدناه في مباراه النهائي كيف على المستوى البدني لاح انه بعيد عن المستوى. بعض الاحيان المدرب لابد ان يحمي لاعبه وقائد بدقيقه صمت في ملعب اللقاء. ديونج بالاضافه لوينالدام في المقدمه. اللاعب بيرغفاين ولقب عام 66. هذه انطلاقه هنا وراسيه خطيره، الكره بتعدي اول في نهائي دوري الابطال يوم السبت الماضي في المباراه النهائيه، وبيجلسوا على دكه المدربين. بيلعب لقاء الدولي رقم 49. ادي المدفعجي كومان لمن يشاهد رونالد كومان. هدف كان سجلها في مشواره طبعا من المدافعين الهدافين تاريخيا في بولندا، وهبطت بولندا. وادي امامنا هنا الكره الخطيره هنا من جانب اللاعب اللي بيستخدم النهارده 5 تعديلات على اخر مباراه في تصفيات 2020. المباراه اللي اتلعب محاوله هنا للتسديد، لمه حلوه قوي يا ولد على اللمه من الانطلاقه هنا، ومحاوله تمرير الى راشفورد، ولكن كره سريعه بديونج في طبعا لاعب الوسط اللي بيتاخر دايما في العمق. الكره السريعه لكن ما لحقش منفس. ادي منفس 25 سنه، والده غاني الاصل. وادي المواجهه ما بين ساوث جيت وما بين المنتخب الانجليزي. تمريره حلوه، استلام ممكن يسجل. عملها على الخمسه الاخيره. انجلترا حققت 5 انتصارات متتاليه اللي كان انتقل الى فولم، ولكن هبط نادي فولم. لعب نص موسم مع فولم. وينالدام تحرك من بلين بالعرضيه الخطيره، لكن سهله الكره على طول. هاتريك كان لكريستيانو رونالدو. كره عاليه الانجليزي، كرات الثابته الانجليزي، كرات الثابته الانجليزي. ادي من شيلويل، انطلاقه من شيلويل. على ذكر التعديلات الانجليزيه ال5 النهارده منتخب هولندا اللي خسر امام المانيا في التصفيات ل 2020 2-3. النهارده في تعديل لكل منهما، وهناك 9 لقاءات تعادل. وادي كره مسدده 2 اتعادلت مع كرواتيا ثم فازت في اشبيليا على فريق المنتخب. الصراع ما بين دي ليخت اللي انطلق وما بين راشفورد، والكره عاليه لكن بيكفورد لصالح المنتخب الهولندي اللي بين العارضه والقائمين 2 مقابل لا شيء في هذا العام. حكم يعني من الحكام المميزين يعني في اوروبيا المنتخب الانجليزي، وتم ابعاد راشفورد هنا في هذه اللقطة. خطأ من المدافع اللي أمامنا دي ليخت. حكم اللقاء أمامنا راشفورد ومواجهة مع سيلسن. والمنتخب الإنجليزي يسجل هنا.